اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. بتصحى من النوم بتلاقي ان تحت عينك منفخ، ومهما نمت او استخدمت كريمات مفيش اي فايدة خالص. الحقيقة ان السبب مش قلة النوم، السبب جوه جسمك، وعلشان الانتفاخ ده يختفي لازم نصلح اللي بيحصل جوه الجسم مش نغطيه من بره. 5 دقايق بالظبط وهتقدر تفهم ليه تحت عينك وارم بشكل مبالغ فيه، وحتى وشك منفوخ، وهتقدر ترجع وشك للشكل الطبيعي وهتتخلص من الانتفاخ تحت العين. فمن فضلكم خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. المنطقة اللي هي تحت العين الانسجة بتاعتها بتكون طرية جدا، فلو حصل ان الجسم احتفظ بمية وحوش مية، فاول مكان بيبدأ يظهر عليه هو المناطق اللي زي تحت العين، وده معناه ان في مشكلة في جسمك بتمنع تصريف السوائل. اكتر بقى سببين بيعملوا كده هما يا اما الكلى يا اما السكر. طيب ركزوا معايا كويس، الكلى مسؤولة عن انها تبدأ تنقي الدم من الشوائب، وكمان تطرد المية الزايدة اللي في الجسم. بس في شوية عادات بتتعب الكلى وبتأثر عليها بشكل كبير، وبتخليها مش قادرة انها تقوم بوظائفها، اللي منهم انها تتخلص من المية الزايدة. اول حاجة البروتين الزايد. لما تاكل لحمة او فراخ او سمك اكتر من الاحتياج بتاعك، الكلى بتتعب، لانك لما بتبدأ تاخد البروتين بيتحول في الجسم لمخلفات كيميائية لازم تتصفى. طيب والكلى مش عارفة تصفي كل ده، كل ما تصفي شوية تلاقي في شوية تاني، فتبدأ كده زي تهنج او تعلق، والمية تبدأ تتحبس جوه الجسم. الحل ايه للموضوع ده؟ انك لما تيجي تاخد بروتين خد قطعة بروتين حجم الايد بتاعتك، سواء سمك او فراخ او لحم. تاني حاجة وهي قلة الخضار. الناس اللي كل اكلها نشويات والحوم، الجسم مش بيلاقي بوتاسيوم ومغنيسيوم كفاية، وعلشان كده الكلى بتبقى مش عارفة تطرد الصوديوم، فالمية برضو بتبدأ تتراكم. علشان كده لازم تدخل خضار في روتين الاكل اليومي بتاعك، سواء كان جرجير او كرفس او بقدونس او بروكلي او خيار او كوسة او خس. ولو عايز نتيجة اسرع من الخضار ممكن تعمل نص كوباية من عصير البقدونس او عصير الكرفس، وده هيديلك كمية ممتازة جدا من البوتاسيوم والمغنيسيوم. تالت حاجة السكر والملح العالي. عارف ان بس علبة عصير واحدة او طبق مخلل صغير ممكن يخلي وشك يتنفخ لساعات طويلة؟ يعني كل ملعقة سكر او ملح زيادة بتساوي مية محبوسة تحت الجلد. رابع حاجة وهو الاكل الجاهز، الشيبسي، النودلز، الصوصات، كلهم فيهم حاجة اسمها MSG. المادة دي بتتعب جدا الكلى والكبد، والجسم بيرد عليها فورا بانه يحبس السوائل، والنتيجة بتلاقي الوش مورم خصوصا تحت العين. وخلي بال حضرتك لو كنت فوق سن 40 فتضخم البروستاتا ممكن يعمل نفس المشكلة دي معاك، لان تضخم البروستاتا بيمنع تصريف البول، فالكلى برضو بتحتفظ بالمية. السبب التاني مهم جدا جدا وهو السكر ومقاومة الأنسولين، وده من الأسباب المنتشرة بشكل كبير جدا. في قاعدة بسيطة عايزة أقولها لكم، إن المية بتمشي ورا السكر، يعني كل ما السكر يعلى الجسم يحبس مية أكتر. علشان كده الناس اللي عندهم مقاومة أنسولين أو بياكلوا سكريات طول اليوم بيلاقوا إن جسمهم ووشهم منفوخ جدا عن الطبيعي. طيب تعالوا نيجي للحل والخطوات البسيطة اللي هنعملها. المعادلة اللي هنحققها بسيطة جدا، بروتين خفيف، خضار كتير، ودهون صحية، وده هيخلي الكلى مرتاحة والسوائل بتخرج والانتفاخ بيبدأ يروح. أول حاجة بروتين خفيف، يعني زي ما قلت لك قطعة قد كفة الإيد، سواء سمك أو لحمة أو فراخ أو تونة أو أيا كان. لو مش متاح الحاجات دي ممكن برضو يكون بيض أو جبنة قريش. تاني حاجة عايزة خضار كتير جدا، على الأقل يكون في طبقين سلطة في اليوم وطبق خضار اللي هو بيكون موجود في الغداء. تالت نقطة الدهون الصحية مهمة جدا جدا. عندك 3 اختيارات، سواء ملعقة زيت زيتون بكر ممتاز، أو حفنة من المكسرات، أو حتى نص ثمرة أفوكادو. المعادلة دي لو اتحققت فإحنا كده بننظم السكر في الجسم بشكل ممتاز. ولو عايزين النتيجة تكون أسرع اعملوا معايا المشروب ده، لأنه هيريح الكلى جدا، وكمان هيسرع من إزالة الانتفاخ واختفائه خاصة تحت العين أو حتى تورم الوجه. المشروب عبارة عن كوباية مية دافية وملعقة صغيرة بقدونس مفروم ورشة كرفس أو شبت وعصرة نص ليمون.
هتحط كل المكونات دي في كوبايه الميه الدافيه، هتقلبهم كويس وتغطيهم لمده 5 دقايق، وبعدين هنشربهم سواء بعد الغداء او حتى قبل النوم بساعه. المزيج ده غني جدا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكمان بيشتغل كمدر طبيعي للبول، يعني هيخلي الجسم يتخلص من الميه الزايده من غير ما يحصل اي جفاف. مش بس كده، كمان هيخلي الكلى تنظف نفسها سواء من السموم الزايده او حتى الاملاح. بس طبعا مش هينفع المشروب ده لو كنت بتاخد مدر للبول او لو كان عند حضرتك ضغط منخفض. عاوزاكم تجربوا المشروب ده اسبوعين بس جنب الاكل اللي قلت لكم عليه، وهتلاحظ الفرق في وشك وبشرتك وصحتك عموما. الكريمات والتلج ممكن يخفوا الانتفاخ مؤقتا، لكن طول ما السبب الداخلي موجود الانتفاخ هيرجع من تاني. فعالج السبب مش العرض، والاكل هو العلاج الحقيقي. بتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم حلقه مفيده. لو عجبتكم الحلقه واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد. وفي النهايه فانا بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. اشوفكم بكل خير الحلقه الجايه ان شاء الله.